السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب تالتة إعدادي الأعزاء، كل عام وأنتم بخير. أوشكت رحلة الصف الثالث الإعدادي على الانتهاء. يا رب تكونوا بخير وجاهزين ومستعدين للامتحان، وإن شاء الله هنبدأ في مراجعة العلوم للصف الثالث الإعدادي، داعين الله عز وجل أن يتقبل منا وأن يجعل ما نفعله ذخرا وصوابا لنا في الآخرة إن شاء الله. بداية هنبدأ بملخص قوانين الوحدة الأولى، وكل قانون هنبدأ نطلع المشتقات بتاعته ونشوف المطلوب بتاعه بيكون عامل ازاي. طبعا أول قانون احنا خدنا قانون السرعة. قلنا السرعة تاخد الرمز لها عين. عين كانت هتساوي المسافة على الزمن، تمام؟ يعني بنكتبها بالرموز، عين هتساوي فاء على زين. ده كان قانون رقم 1 بتاعنا اللي موجود في المنهج، وده قانون في الغالب معظم السرعة بتتحل بيه، أو كل أنواع السرعة بتتحل بيه. طيب هل القانون ده القانون الأساسي؟ طب نشتق منه إيه؟ فرضا جه في مسألة طلب منك المسافة هتبقى هتساوي، لو أنت حطيت ده على واحد تضرب طرفين في وسطين، هتبقى الف هتساوي عين ضرب زين. طيب لو فرضا طلب الزمن، بكل بساطة برضه هتقول لي إن الزمن هيساوي فاء على عين، تمام؟ ده كان القوانين بتاعتنا. بالمرة ممكن تاخد التحويلات عليها، وخد بالك من كلمة التحويلات دي. ممكن يديلك في المسألة السرعة مثلا بوحدة كيلو متر على الساعة، ومن ضمن الاختيارات اللي عايزها يديلك الإجابات بمتر على الثانية، فأنت مطالب في اللحظة دي إنك تحول من كيلو متر على الساعة إلى متر على الثانية. طب كنا بنعمل التحويلة دي إزاي؟ من كيلو متر على الساعة، المتر على الثانية كنت تضرب في 5 على 18. 5 على كام؟ على 18. طب لو انت المسألة جاتك في المتر على الثانية وعايز تحولها لكيلو متر على الساعة، تضرب في كام؟ بكل بساطة في 18 على 5. بدل ما تقسم 1 على 5 على 18 هتلاقي المسألة ممكن تغلط فيها أو تعوض برقم بدل التاني، أو ما تعرفش تعملها صح على الآلة الحاسبة. فللتسهيل بتاعك بيكون إيه؟ للتحويل من كيلو متر على الساعة المتر على الثانية اضرب في 5 على 18. أو لو من متر على الثانية الكيلو متر على الساعة اضرب في 18 على كام؟ على 5. يعني فرضا لو قلت لك 10 متر على الثانية، عايزها بوحدة كيلو متر على الساعة، بكل بساطة هتقول لي هضرب في كام؟ في 18 على 5. في 18 على كام؟ على 5. يبقى الناتج بتاعك 10 في 18 على 5، هيكون الحل بتاعك هيساوي 36 كيلو متر لكل ساعة. طيب ده معناه ايه؟ يعني ايه 10 متر على الثانية، ويعني ايه 36 كيلو متر على 18؟ والله يا مستر بكل بساطة 10 متر في الثانية أي أن الجسم يتحرك في الثانية الواحدة بيقطع مسافة قدرها كام؟ 10 متر. طب يعني ايه 36 كيلو متر في الساعة؟ يعني في الساعة الواحدة ماشي بسرعة كام؟ 36 كيلو متر. تمام شباب؟ طيب ده كانت الجزئية الأولانية، بدون طبعا ما تحول من من كيلو متر المتر تضرب في 1000، ومن ساعة لثانية تضرب في 60 في 60. يعني في ناس بتسأل هي 18 على 5 أو 5 على 18 دي جت منين؟ أقول لك والله بكل بساطة لو أنت عايز تحول معايا فوق كده من كيلو متر لمتر، تقول لي يا مستر هو الواحد كيلو متر في 1000 متر، 2 كيلو متر فيهم 2000 متر، يعني هتضرب في كام؟ في 1000. هتضرب في كام؟ في 1000. طب لو عايز تحول من ساعة لثانية، تسأل نفسك كده تقول لي والله يا مستر الساعة فيها 60 دقيقة. أقول لك برافو عليك. طيب الدقيقة فيها كام ثانية؟ تقول لي فيها 60. يبقى أنت كده محتاج تضرب في كام؟ لساعة، يبقى 60 دقيقة في 60 ثانية، يكون الناتج بتاعك بكام؟ ب3600. 3000 وكام؟ و600. طب التحويل